هلو اصدقاء كرتونيتا. بيبدا فيلمنا بمصاص دماء اسمه دراكولا، واللي بيكون بيربي بنت صغيره اسمها ميفي. وبعدين بيدخل عليه المساعد بتاعه بيقول له ان هو لقاله مكان يعيش فيه وما يقدرش يقرب له اي بشر لانه محاط بمقابر مخيفه. وقبل ما بيمشي بيكون ماسك صوره في ايده، واللي بيبقى موجود فيها صوره مراته اللي ماتت، وبيتكلم ويقول ان هو عمل مكان اللي كانوا بيحلموا بيه عشان يقدر يحمي بنته من البشر. وبعد ما بيعدي سنين بنشوف اشباح بيحاولوا انهم يدخلوا بيت دراكولا اللي بيتحول بعد كده لفندق كبير، وبنشوف دراكولا وهو واقف وسط بقيه الاشباح وبيحتفل ان مفيش بشري لحد دلوقتي قدر ان هو يدخل الفندق بتاعه. وبنشوف بنته ميفي وهي قاعده في الاوضه وبتحاول تدرب نفسها على الكلام اللي هي عايزه تقوله لباباها، وانها عايزه تقول له انها نفسها تخرج وتكتشف العالم بطريقتها، وان ده عيد ميلادها ال 118 اللي باباها بيوعدها بيه ان هي تخرج وفي الاخر مش بيخرجها. فبيقول لها باباها ان هو هيحقق لها حلمها المره دي وهيسمح ليها ان هي تخرج براحتها. متحمس جدا ميفيس وبتدخل عشان تجهز كل الشنط اللي عاوزاها وبتكون عايزه تخرج. فبيقول لها ان كل قرايبهم وحبايبهم جم النهارده عشان يحتفلوا بعيد ميلادها. فبتقول له ميفيس ان هي نفسها تخرج عشان تتعرف على اصحاب جديده وتشوف ناس جديده وتشوف اماكن عمرها ما شافتها. فبيوافق باباها، ولكن قبل ما بتمشي بيدخل قرايبهم عليها عشان يحتفلوا عيد ميلادها. فبتعرفهم ان باباها وافق اخيرا ان هي تخرج بره البيت. وقتها قرايبها بيخوفوا باباها ان ازاي هيسيب بنته تروح لقريه البشر كده من غير حتى ما يخاف عليها، ولكن ما بتسمعش كلام حد وبتاخد بعضها وبتطير. وبنلاحظ ان دراكولا كان اصلا وصل هناك قبلها عشان يفضل مراقبها ويطمن عليها. وبعدين بنشوف ان القريه فاضيه خالص ومفيش فيها اي بشر، وبتفضل ميفيس ماشيه لحد ما بتقابل بشر، وبيكون كل واحد فيهم ماسك آلة حادة، ومن ضمنهم ناس ماسكين نار وبيقربوا عليها. فبتخاف جدا ميفيس وبتطير. وقتها بنشوف دراكولا وهو واقف وسطهم، وبنعرف وقتها ان هو اللي كان عامل كده وخلى كل الارواح تتنكر في هيئه بشر عشان يخوفوا ميفيس، ووقتها يشيل فكره الخروج دي من دماغه. وفعلا لما بيرجع دراكولا لبنته بيلاقيها قاعده متضايقه جدا وبتقول له ان هو كان عنده حق بخصوص البشر. وبعدين بنشوف دراكولا وهو واقف تحت في الفندق وبيتفاجئ ان في بشري دخل الفندق عنده، وبيجري عليه وبيقول له انه ازاي وصل لحد هنا. فبيقول له ان هو كان بيتسلق الجبال مع اصحابه، وبعدين سمع ان في غابه مخيفه هنا فقرر ان هو يكتشفها بنفسه. وفجاه سمع اصوات ناس غريبه، واما جه يبص لقى في اشخاص بيولعوا، ففضل ماشي في الاتجاه بتاعهم لحد ما وصل الفندق. فوقتها دراكولا بياخد جوني وبيخبيه في الاوضه بسرعه، وبيبقى متوتر جدا ان حد يعرف ان في بشر في المكان. فوقتها سمعه المكان هتبوظ، وهيتضايق برضه لو بنته عرفت حقيقه البشر. وبعدين بيتكلم معاه جوني وبيقول له ان هو بيقلد مصاصين الدماء، ومش بيبقى جوني عارف ان هو قدامه اصلا مصاص دماء حقيقي. فبيجي لدراكولا فكره ان هو يغير شكل جوني عشان يعرف يتحرك في المكان، بيعرفوا ان هو شبح زيهم. وبعدين بياخدوا وبيخرجوا بره في الحفله، وبيفضل جوني يتفرج على المعازيم الموجود لحد ما بيلاقي هيكل عظمي واقف. فبعد ما بيقرب منه وبيتاكد ان هو هيكل عظمي بجد بيصرخ جامد وبيطلع يجري، وبيبقى متفاجئ بكميه الارواح الموجوده حواليه لحد ما بيشوف ميفيس. ووقتها ميفيس بتظهر لمعه في عينيها لاول مره. فبيجي دراكولا وبيقف قدامه وبياخدوا الاوضه بسرعه، وبيفهم وقتها جوني ان دراكولا بيبقى مصاص دماء حقيقي وبيكون عايز يهرب من الفندق باي طريقه. فبيطلب منه دراكولا ان هو يهدى شويه وانه مش بيشرب دمه زي ما هو متخيل. وبعدين بيتحول دراكولا لخفاش وبيشيل جوني عشان يخرجه بره الفندق، ولكن بيقابل بنته وقتها فبيضطر انه يرجعه تاني، وبيضحك على بنته ويقول لها ان جوني جاي عشان يساعده في تجهيزات عيد ميلادها. وبتبقى ميفيس مستغربه من طريقه باباها لانه بيبقى متوتر جدا في اليوم ده، وبيحاول انه يبعدهم عن بعض، وبياخده عشان يخبيه في مكان سري، ولكن بيفتح باب بالغلط ووقتها قرايبه اللي في الحفله بيشوفوه. فبيفضل جوني مستخبي وبيخرج ليهم دراكولا، ولكن بتعرف ميفيس مكان جوني وبتتعرف عليه وبتخرجوا الحفله عشان يتعرف على كل الموجودين. وبعدين بيطلع يغني على المسرح وبيخلي الحفله مميزه جدا لانه صوته بيبقى حلو، وبيفضل يلعب معاهم ومع كل الارواح اللي موجوده، وانهم كلهم بيحبوه ومحدش بيحس انه من البشر. فبيتضايق جدا دراكولا وبياخده وبيقول له ان هو لازم يمشي من هنا، وبيحاول ان هو يبص في عينيه عشان يمسح له الذاكره وما يفتكرش اي حاجه من اللي حصل، ولكن بسبب العدسات اللاصقه اللي هو حاططها مش بيقدر يسيطر عليه. فبيحذروا دراكولا ان هو لازم يرجع مكان ما جه. ولكن قبل ما جوني يمشي بتظهر ميفيس واللي بتقول له انه ما يمشيش ويجي معاه يتمشى شويه، وبيوري لها جوني شروق الشمس لاول مره في حياتها، وبتبقى مبهوره بشكل الشمس ولكن من غير ما تقرب منها عشان ما تتحرقش. وبعدين بنشوف دراكولا وهو قاعد في الساونا مع قرايبه، وبيقولوا له قرايبه ان بنته ميفيس شكلها انجذبت لجوني جدا، ولكن دراكولا مش بيعجبه الفكره خالص، وبيقول لهم ان جوني اصلا سابهم ومشي. وفي اللحظه دي بيقع جوني من على السقف على رجل دراكولا، فبياخده وبيروح بيه الاوضه فيها ترابيزات كتير، ولما بيحاول جوني انه يساعده بيخليه يقعد في جنب، وبيحرك دراكولا الترابيزات بطريقه سحريه لوحدها، وبيبقى جوني مبهور بطريقه دراكولا في تنظيم المكان. وبعدين بيطلع جوني وبيركب على ترابيزه منهم عشان تطير بيه، وبيركب دراكولا على ترابيزه تانية، وبيفضلوا يطاردوا بعض. ووقتها دراكولا بيقول ان هو لاول مره يستمتع
مستمتع كده في حياته، ولكن فجأة بيدور حواليه ومش بيلاقي جوني. فوقتها بيقابل ميفيس وبتسأله على جوني، وبيحس باباها ان هي معجبة بيه. فبنشوف ان الطباخ بتاع دراكولا هو اللي خطف جوني. فبيقول دراكولا لبقية الحراس بتاعته انهم يرجعوا ليه جوني تاني. وبعد ما عرف الطباخ ان جوني من البشر قرر انه يطبخه. وبيروح واحد من الحراس لدراكولا وبيقول له على اللي بيحصل. فبيروح بسرعة دراكولا المطبخ عشان يلحق جوني قبل ما يتشوي. وهناك بيحاول دراكولا ان هو يقنع الطباخ ان جوني مش بشري، ولكن الطباخ ما بيقتنعش. وقتها بياخد دراكولا جوني وبيمشي، وبيدخلوا اوضه، وفي الاوضه دي بتكون متعلقه صوره مرات دراكولا. فبيشوفها جوني وبيقول له ان صوره البنت دي متعلقه في قلعه عندهم، وبيقول انها عباره عن اسطوره مشهوره. وبيبدا يحكي حكايتها، وبيقول ان هي وجوزها اتقابلوا صدفه، وانهم كانوا بيحبوا بعض جدا وخلفوا بنتهم الاولى. ولكن للاسف حصلت حادثه رهيبه، وهي ان القلعه كلها اتحرقت وكل اللي فيها ماتوا، وان ارواحهم لسه موجوده في المكان. فبيرد عليه دراكولا وبيقول له ان الاسطوره دي كلها غلط، وان القصه الحقيقيه ان القلعه اللي اتحرقت دي ما اتحرقتش لوحدها، وان البشر هم اللي حرقوها عشان ما كانوش حابين وجودنا وسطهم. وناتج الحريق ده ان مراته ماتت، وهو اخد بنته وبيحاول ان هو يربيها في فندق كبير بعيد عن البشر عشان يقدر يحميها ويحافظ عليها. وبيخلص دراكولا كلامه وبيقول له جوني ان هو خلاص كده هياخد بعضه ويمشي وما عادش هيجي تاني. وبيفهم وقتها جوني ان القصه دي تبقى قصه دراكولا، ولكن دراكولا بيتمسك بيه وبيقول له ان هو لازم يفضل موجود عشان خاطر ميفيس. فبيوافق وبيفضل لحد عيد ميلادها. وبيجي تاني يوم الصبح وبيجهز دراكولا اليوم عيد ميلاد بنته، وبيحط لها الهديه بتاعتها على السرير. وبنشوف في الحفله ميفيس وهي بتقول لباباها ان هي نفسها تستكشف العالم زي جوني. فبيتعصب عليها باباها جدا، ووسط الكلام بيعترف لها ان القريه اللي كانت راحتها كانت من اختراعه هو، وان اللي كانوا موجودين اصلا كانوا ارواح. وفي الوقت ده بيدخل عليهم الشيف بتاع دراكولا وبيقول للكل ان جوني اصلا بشري. وقتها كل الموجودين بيترعبوا وبيفضلوا يجروا يمين وشمال. ولكن في وقت الهيصه دي كلها بنشوف ميفيس وهي حاضنه جوني، وبتقول له انها مش خايفه منه ومش مهتمه اذا كان بشري او روح. فوقتها بيشوف جوني دراكولا وهو واقف بعيد زعلان. فبيقول لميفيس ان هو ما بيحبش الارواح، وبيزقها لبعيد وبيسيبها ويمشي. وبعدين بنشوف دراكولا وهو رايح ورا ميفيس عشان يطمن عليها، وبيلاقيها قاعده على السطح فوق البيت. وبتقول له ان هي عايزاه يمحي لها ذكرياتها عشان تنسى جوني خالص، وانها ما عادتش حابه ان هي لا تستكشف العالم ولا تخرج بره الفندق، وتفضل عايشه هنا على طول من غير لا احلام ولا طموحات. وبعدين بنشوف في الفندق ان كل النزلاء واقفين بيطلبوا بالفلوس بتاعتهم عشان عايزين يمشوا بره الفندق بسبب وجود البشري. فبيدخل عليهم دراكولا وبيفهمهم الوضع، وبيقول لهم ان جوني ماهوش شرير ولا حاجه، وانه مش زي بقيه البشر، وان هو انسان طيب، وان هو عاوز يدور عليه عشان بنته زعلانه وهو عاوز يفرحها. وفعلا بيخرجوا بالعربيه هو وقرايبه عشان يدوروا عليه لحد ما بيلاقوا التيشيرت بتاعه. فبيطلب دراكولا واحد من قرايبه ان يشم ريحه التيشيرت ويعرف مكانه فين. وبالفعل بيقدروا ان هم يحددوا مكانه، وبياخدوا العربيه هو وقرايبه وبيجروا بيها بسرعه عاليه عشان يلحقوه في المطار. وبيدخلوا على مدينه البشر، وبنشوف ان البشر كلهم لابسين لبس زي الاشباح ومفيش فرق بينهم، ولكن بيبقى فيه زحمه جدا وما بيبقوش عارفين يعدوا. فوقتها بيقرر واحد من قرايب دراكولا ان هو ينزل يخوف الناس. فوقتها الطريق هيفضل، ولكن الناس ما بيخافوش منه وبيفضلوا يسقفوا له، وبيعرفوا ان هو شبح بجد، ولكن برضه بيفضلوا يحبوه ومش خايفين منه. فبيقول لهم في الاخر قصه ميفيس، وبيقول لهم ان هو عايز منهم مساعده انهم يقدروا يعملوا ظل عشان دراكولا يقدر يعدي ويروح المطار من غير ما الشمس تلمسه. وفعلا كلهم بيساعدوه، وبيعدي دراكولا في الظل لحد ما بيوصل المطار. ولكن للاسف بيلاقي ان الطياره طلعت، فبيتحول لخفاش وبيطلع لها في السماء، والشمس بتفضل تحرق فيه لحد ما بيوصل جنب الشباك اللي جون قاعد فيه. وقتها جوني بيشوفه وبيعرف ان هو دراكولا، ولكن ما بيقدرش يسمعه. فبيضطر وقتها ان هو يروح يلزق قدام الطياره، وبيعمل تنويم مغناطيسي للكابتن بتاع الطياره عشان يقدر يتكلم مكانه، وصوت يوصل لجون وبيتكلم معاه وبيعتذر له على اللي حصل منه، وبيقول له ان هو كان عايز بنته لنفسه وبس، وكان بيخاف عليها وكان مفكر ان جوني ممكن يأذيها. ولكن اللي اكتشف ان هما الاتنين بيحبوا بعض، وانهم لازم يعيشوا حياتهم سوا لانه مش هيعترض على وجودهم مع بعض. وهو فهم ان جوني هيقدر يحميها. فوقتها الطيار بيرجع بالطياره تاني، ودراكولا بيروح بسرعه على البيت قبل ما يولع. وبيشوف بنته ميفيس وبيقول لها ان هو جاب لها هديه عيد ميلادها، وبيطلع لها شنطه سفر، وشنطه السفر بيكون وراها جوني. وبتقول له وقتها ميفيس هو ايه اللي رجعه تاني ما دام انت قلت ما بتحبش الاشباح؟ فبيقول لها ان هو قال كده عشان باباها كان ممكن يموته. وبعدين بيسمح لها باباها ان هي تسافر معاه المكان اللي كان نفسها تروح، وبيسمح ان الاتنين يحبوا بعض ويعيشوا مع بعض على طول. وكده يبقى فيلمنا خلص. سلام.